ولو حصل والاكونت بتاعك على الانستجرام او على اي بلاتفورم اتعمل له هاك، ما تكلمش اي حد وتفتكر ان هو بيفهم عشان يرجع لك الاكونت، لان في الغالب بيكون نصاب. فمجرد ما حضرتك تلاقي واحد على السوشيال ميديا لابس ماسك فانديتا وقاعد مشغل باينري كودز قاعده بترن او لوجز او ايا كان، تقوم انت تقوم قايل ايه؟ ايوه هو ده اللي هيرجع لي الاكونت، وتخش تكلمه وتديله 2000 جنيه او 5000 جنيه او 20000 جنيه. في ناس فعلا بتدفع المبالغ دي عشان ترجع الاكونت بتاعك، وفي الاخر ياخد منك الفلوس ويتكل على الله، وتقول ايه؟ لا هو هاكر جامد بس اكونتي ما رجعش. وطبعا ده عشان ضحك عليك بشويه باينري كودز. مفيش حاجه اسمها ان انا اكتب كود او سكريبت يرجع الاكونت بتاعك او يهاك الاكونت بتاع حد، مفيش حاجه اسمها كده خالص. انا دايما يا جدعان بتكلم بالعلم علشان ما حدش يطلع ينتقدني ويقول لك يا باسل انت بتقول ايه؟ انا واحد درست هندسه 5 سنين ودرست مجال السايبر سيكيورتي بقالي حوالي 8 سنين بدرس فيه، فبالتالي انا بتكلم بالعلم، ما بتكلمش باي حاجه تانية بره عن العلم. فما حدش يطلع يقول لي لا ده مستحيل، ده ممكن يعمل مش عارف ايه 1 2 3. مفيش حاجه اسمها كده يا جدعان، ده مجرد حاجات بيوهم بيها عقلك عشان حضرتك يتنصب عليك، وهو ولا هاكر ولا حاجه، ولا يعرف اصلا يعني ايه سايبر سيكيورتي، ولا يعرف اصلا يعني ايه بلاك هاكر، ولا يعرف اصلا يعني ايه ديب ويب ولا دارك ويب، ولا اي حاجه من المصطلحات اللي احنا عارفينها. فحضرتك الاول ثق في الشخص اللي انت بتكلمه وتاكد ان هو فعلا هيقدر يرجع لك الاكونت. فطبعا لازم تطلب المساعده من الشخص الصح اللي بيفهم فعلا في المجال، لانك لما تكلم الشخص الصح هو اصلا مش هيكون واثق انه هيعرف يرجع لك الاكونت، لان هو بيرجع لك الاكونت عن طريق طرق معينه هقول لك عليها دلوقتي. اول حاجه انه بيبعت ميل لشركه ميتا ويقول لهم ان الاكونت بتاعك اتعمل له هاك بالبيانات بتاعتك كلها، صوره بطاقتك، رقم تليفونك، الاكونت اللي انت رابطه بالانستجرام والخ. مش عارف ايه كلمه الخ اللي انا ماسكها دي. بس الميل بقى اللي بيتبعت ده بيكون ليه طريقه معينه في كتابته عشان الشركه تصدق ان فعلا حضرتك اللي اتعمل له هاك ويرجعوا لك الاكونت فعلا. طب ايه الطرق المعينه بقى دي؟ يعني ساعات بيطلب منك انك انت تعمل حاجات معينه من الموبايل بتاعك انت علشان يرجع لك الاكونت. وبالمناسبه انا كنت عامل فيديوهين قبل كده ازاي انك ممكن ترجع اكونت الانستجرام بتاعك لو اتعمل له هاك، بارت 1 وبارت 2، يعني طريقتين تقدر ترجع بيهم الاكونت بتاعك. والطريقه الثالثه لو انت ما عرفتش تعملها هتبعت لي على الدي ام او على اي ميل واقدر ارجع لك الاكونت ان شاء الله. وممكن كمان يرجع لك الاكونت انه يكون عارف حد شغال في شركه فيسبوك ذات نفسها او شركه ميتا بشكل عام، ويقول له ممكن ترجع الاكونت للشخص الفلاني، وطبعا بيطلب ساعتها مبلغ خرافي جدا عشان يرجع لك الاكونت بتاعك. لان حضرتك اكيد لو انت عايز ترجع الاكونت بتاعك اكيد اكونت شغل فيه مثلا 100000 متابع، 40000 متابع، 70000 متابع، فاكيد هتكون مستعد انك تدفع ايا كان عشان ترجع الاكونت بتاعك. فساعتها الشخص اللي شغال في فيسبوك او ميتا ده هيطلب منك سعر طبعا كبير جدا قصاد انه يرجع لك الاكونت بتكه زرار واحده. وطبعا دي بتكون نادرا جدا ان حد ممكن يطلع عارف حد شغال في فيسبوك او ميتا بشكل عام. بس ملخص الكلام اللي انا قلته ده كده ان مفيش حاجه اسمها بكود او بسكريبت اكتبه ارجع لك بيه الاكونت، الكلام ده كله نصب ومفيش حاجه اسمها كده، والعلم عمره ما قال كده خالص. بالمناسبه يا جدعان البوب كان قال كلمه حلوه جدا، الزبون لو فهم في ناس كتير قوي هيتقطع باب عيشها. لو عجبتك حلقه النهارده اعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس عشان انزل حلقات على طول. ولو عايز تشترك معايا في البريميوم كورسز بتاعتي تقدر تبعت لي على اي منصه